أهلا بكم أيها الأصدقاء. هل فعلا سنشهد حربا أوروبية أطلسية ضد روسيا في السنوات المقبلة؟ لنفكر بواقعية وببساطة، هل من مصلحة للطرفين في الدخول بمواجهة عسكرية؟ وهل النتيجة خاسر خاسر أم خاسر رابح؟ حتى الآن يخوض الطرفان حربا على الساحة الأوكرانية، والتي تحولت من اللحظة الأولى إلى حرب جيوسياسية كانت أولا بدفع أمريكي في سياق المواجهة الكبرى مع روسيا والصين لإعادة هندسة موازين القوى في العالم، طالما رفضت الإدارات الأمريكية انتقال النظام العالمي إلى تعددية الأقطاب. ومع عودة ترامب إلى البيت الأبيض والتخلي الأمريكي المتدرج عن دعم أوكرانيا، وجدت أوروبا نفسها وحيدة في مواجهة روسيا وتصاعد نفوذها وتنامي قوتها العسكرية وتحقيق إنجازات استراتيجية في أوكرانيا. إذن هل أوروبا وبعض دولها محقة في بدء ما تقوم به من حملات توعية أو تحريض إعلامي وسياسي شعبي، وكأن القارة على أبواب الحرب؟ الكثير من النخب الثقافية والسياسية الأوروبية لا تأخذ احتمال الحرب على محمل الجد، وتصف هواجس النخب الحاكمة باللا منطقية، وتضعها في خانة التوظيف السياسي واستثمارها انتخابيا، وفي البحث عن دور مؤثر لأوروبا في النظام العالمي المرتقب بتعددية الأقطاب. يمكن القول إن لا أوروبا تريد الحرب ولا روسيا أيضا، وأن الكثير من الخبراء الأمريكيين يقولون إن الدول الأوروبية الكبرى فرنسا، ألمانيا وبريطانيا يفتقرون إلى زعماء وقادة تاريخيين مثل دوغول وتشرشل وميركل، وأن القادة الحاليين أدخلوا بلدانهم في رهانات خاسرة عندما توقعوا أن الحرب في أوكرانيا ستؤدي إلى هزيمة استراتيجية لروسيا. تصريحات أمين عام الناتو تشير إلى أن أحد أهداف سعي الأوروبيين لاستمرار الحرب لعامين قد يرتبط بالانتخابات النصفية الأمريكية في الخريف المقبل، وخسارة ترامب لهذه الانتخابات وتحوله إلى بطة عرجاء مبكرا. وثانيا، هناك عدة دول أوروبية مقبلة على انتخابات وتخشى المحاسبة الشعبية عن ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة والفشل في هزيمة روسيا. أما الهدف الاستراتيجي الضمني، إضافة إلى رفض أوروبا تغيير حدود الدول بالقوة، تسأل أوروبا عن نتائج هذه الحرب وعن مصالحها وحصصها، لا سيما فيما يخص المعادن النادرة من الخزان الأوكراني، حيث سيتقاسمه ترامب وبوتين. بالفعل دفعت أوروبا أثمانا باهظة بسبب الحرب وتراجع النمو الاقتصادي، غلاء الأسعار ومشتقات الطاقة، بعد أن قررت الاستغناء نهائيا عن الغاز الروسي بعد عام. وهنا تدفع لشراء الغاز الأمريكي وبتكلفة أكبر على دافع الضرائب الأوروبي. ولا تقف الخسائر عند هذا الحد، فأوروبا منقسمة على نفسها بشأن استمرار الحرب أو وقفها، والانقسام تجلى أكثر في عدم الإجماع على استثمار الأصول المالية الروسية المجمدة في البنوك الأوروبية. وإذا فكرنا بالحرب، يعترف الأوروبيون أن روسيا تفوقت عليهم وعلى أمريكا في إنتاج الذخائر والصواريخ، رغم أن روسيا تكبدت أموالا وخسائر باهظة في الحرب. فكيف سيدخل الأوروبيون حربا وهم في عدم اليقين من أن أمريكا ستكون إلى جانبهم؟ حتى الآن على الأقل أو حتى لسنوات سيتحول هاجس الحرب مع روسيا إلى شماعة للتوظيف السياسي بانتظار استقرار النظام الدولي الجديد المتعدد الأقطاب.